مرحبا أصدقاء، خلونا نعترف احنا نكره الشخص الناجح، نكره الشخص اللي إذا سولفنا ما يسايرنا بالكلام بالنفاق وبالقشم. طبعا نكره من ننزل للشارع ويوقف لك سرة مع تاكسيات، ونكره إذا وقفنا بالشارع وما لقينا ولا تاكسي. احنا نكره الشخص اللي عنده هواية فلوس، نشوف كذا سيارة حديثية، ونكره المجدي إذا دق علينا جابت السيارة. روح حجي مامك من روح اشتغل أحسن لك روح. احنا نكره الطائفية، بس هذا ما يعني انه نتوقف عن الحكي بيها. احنا نكره المسؤول الفاسد اللي لو التقينا نروح نجابله. ماذا أقول وأي شيء يقال؟ احنا نكره النظام، نكره القانون، نكره الترتيب إذا طبقا علينا. شفتوا احنا شقد نكره أشياء بحياتنا، بس ليش نكره؟ We hate because we're taught to hate. We hate because we're ignorant. We are the product of ignorant people who have been taught an ignorant thing, which is that there are 4 or 5 different races. There are not 4 or 5 different races. There's only one race on the face of the earth, and we're all members of that race, the human race. But it's time to get over this business. There is no gene for racism. There's no gene for bigotry. You're not born a bigot. You have to learn to be a bigot. Anything you learn, you can unlearn. It's time to unlearn our bigotry. It's time to get over this thing, and we best get over it pretty soon. اكو مسألة لازم نركز عليها. هواية كلام نحكيه ويأثر بينا، وكل كلمة إلها تأثير نفسي علينا. مثلا اكو شخص نشوفه نقول له من الله نحبك، وهذا فشي كلش حلو، يا ريت له يكون بمجتمعنا، يا ريت له دائما نقول للأشخاص احنا من الله نحبكم. بس مرات اكو أشخاص هم ما مأذينا وماكو سبب يدعو للكراهية، ونقول له ما نعرف ليش من الله نكرهك. ناس ضايجة عمي، ناس ضايجة. مع العلم انه الدراسات تقول اكو بدماغ الانسان خلايا مسؤولة عن الحب، ومثلها خلايا مسؤولة عن الكراهية، واحنا بدينا نحفز خلايا على حساب الثانية. احنا شقد نضوج بعض من نكتب منشور بسيط وننشره بالفيسبوك مليان طائفية وكراهية وتجريح وإساءة للآخرين، وشقد نثير عواطف ناس بسلوك متطرف، بتخندقنا، بتعصبنا، برفضنا للآخرين. حلو، كلش حلو من نعتز بقيمنا، بس كلش ما حلو من نرفض قيم الآخرين. حلو، كلش حلو نثقف على قيمنا ونحاول ننشرها، بس كلش ما حلو من نفرضها على الآخر ونجبره على اتباعها. كلش حلو من نحكي والناس يسمعونا ويقبلون الشيء اللي نقوله، بس كلش ما حلو من هم يحجون وإحنا ما نسمعهم ولا نتقبل الشيء اللي يقولوه. حلو من نعبر عن رفضنا للكراهية، بس ما حلو من نحاول ندعو للكراهية باسم التسامح والمحبة. ترى ماكو إنسان انولد يكره إنسان آخر، الناس تعلمت الكراهية، وإذا كان بالإمكان تعليمهم الكراهية إذا نقدر نعلمهم المحبة. هاي رسالة زعيم سياسي شعبه. طبعا وبالختام أقول لكم في الشغلة إنه كلش حلو تسوون شير، لايك، سبسكرايب لقناتنا باليوتيوب، والناس كلها تشوف حلقتنا. بأمان الله.